ده يوم في حياة وده فلوج يوم التلات 14/10. اول حاجة صحيت وابتديت ان انا اجهز حاجات جميلة جمولة، بس مش انا اللي وديتها الحضانة النهاردة، باباها اللي وداها. دخلت نمت شوية وصحيت اخدت حبيب قلبي الفات بوم وعملت لكم عنه فيديو بالتفصيل، لو عاوزين اللينك اكتبولي عشان اسيبه. بعد كده عملت فطار دلع على الاخر، عملت ساندوتش سموكت سالمون، وعايزاكم لو تعرفوا ان هو حلو قوي تقولوا لي. اول حاجة هنعملها هي خلطة الكريم تشيز اللي هنحطها تحت السلمون. هناخد معلقة كريم تشيز وهنحط عليها معلقة مايونيز لايت، وهنحط كده عصرة ليمون، ونظبط الملح حلو لان هو بيبقى دلع سنه. واهم حاجه بقى الشبت. هحمص التوست بتاعي، بعد كده هبتدي ان انا احط عليه كريم تشيز اللي عملناه، وده بصل كنت حطيت عليه ملح وخل شويه وسبته، وبعد كده شطفته كويس. اخر حاجه من فوق هنحط السلمون، وبرده بيليق عليه قوي ان احنا ناكل معاه جرجير وزيتون. بعدها بحبه كنت حاسه ان عايزه اشرب كوبايه شاي، وطبعا عملتها بالسكر الدايت بتاعي باريشيا ستيفيا، برده بتقعدوا تسالوني عليه، وده على فكره تقدروا تاخدوه هديه لو اشتريتوا الفات بوم. لو اشتريتوا علبتين هتاخدوا علبه سكر دايت هديه، ولو اشتريتوا 3 علب فات بوم هتاخدوا علبتين سكر دايت هديه، وكمان اي عرض منهم عليه شحن فري. ابتدي بقى كوبايه الشاي المحترمه، وبعدين قعدت شربتها. بعد كده ابتديت ان انا اروق الصاله، روقت الصاله كده على خفيف، يعني هي الحمد لله كانت نضيفه شويه. ودي مكنسه ماما لحد ما اصلح مكنستي واشوف جرالها بعد ما روقت الصاله بقى دخلت خدت شاور، ظبطت نفسي، وافتكرت ان انا كنت في حاجه بسالكم عليها وانتوا كتير منكم قال لي لما تلاقيها بيقولوا، وهي البادي سبلاش الاوريجينال، وحطوا تحت اوريجينال دي 100 خط بتاع فيكتوريا سيكريت. بادي سبلاش فيكتوريا سيكريت ليفل تاني من البادي سبلاش، مبدئيا روايحه مختلفه جدا، ثباته جبار، فاللي ما جربوش فايته كتير، واللي جربه طبعا عارف جماله عامل ازاي. انا بقى لقيت بنوته بتبيعه اوريجينال، مش بس هي عندها كل حاجه مستورده، بادي كير وميك اب وسكين كير، اي براند اجنبي بقى احنا بنحبه مش بنلاقيه في مصر بسهوله او بنلاقيه غالي جدا جدا، هي عندها الحاجات دي باحسن الاسعار. انا سالت كتير على البادي سبلاش ده قبل ما اجيبه في مصر، وناس كتير قوي عندها مضروب وناس كتير قوي عندها غالي، هي بجد عندها سعره حلو قوي. اكتر 2 سنتس بحبهم فيه هو فيلفت بيتلز، دي اصلا ماي فيفورت سنت في كل الحياه. تاني حاجه هي تمتيشن، لو عاوزين الوصف بتاعهم اكتبولي في الكومنتس. كمان عندها البرفيومز الخليجي، براند لطافه، وكل البراندات العربيه فول سايز او ترافل سايز، اكيد في يوم من الايام هتحتاجوها، فهسيب لكم اللينك تحت اعملوا لها فولو، بجد حقيقي اسعارها تستاهل. بعد كده بقى طبعا شغل البيت ما بيخلصش كالعاده، كان في شويه مواعين فغسلت الاطباق فحطيتهم وشغلت الغساله، بس الحمد لله المطبخ الى حد ما كان رايق. كان عندي شويه غسيل والدنيا بدات تسقع، فمش كل الغسيل التقيل بينشف جوه، فنشرت حبه جوه وحبه بره. النهارده الغدا عندنا جزئين هتفهموا في اخر الفيديو، بس اول جزء عايزه اعمل حاجه سريعه جدا عشان ورانا مشوار وكنا جعانين، فطلعت الكوردون بلو اللي كنت جايباه من نونا's كيتشن وحطيته في الاير فراير، شغلت عليه على 180 لمده تلت ساعه، وجبت بقى كده شويه بطاطس قطعتهم صوابع واديتهم سلقه. المفروض كانت تبقى 5 دقايق بس انا نسيتها للاسف 10 دقايق فتهرت مني سنه، بس عامه الطريقه دي لذيذه قوي. بعد كده بحطها في طاسه برشه زيت عليها بهارات بطاطس، ريحان، زعتر، روزماري، التوابل اللي بتحبوها، بسيبها بقى كده تاخد كراست من كل